الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، اليوم نتعرف على الخليفة الجديد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. درسنا هو التاريخ الإسلامي، ولكن هناك أشخاص في الإسلام لهم مكانة كبيرة وأثروا كثيرا في تاريخ الإسلام، غيروا مجرى كثير من الأمور، ومنهم سيدنا عمر رضي الله عنه الذي أصبح خليفة بعد سيدنا أبا بكر رضي الله عنه. اليوم سنتعرف على حياته قبل الإسلام. اعلموا دائما العظماء عظماء، سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام، أو في الصغر أو في الكبر، العظيم عظيم. سنتكلم حول سيدنا عمر قبل الإسلام إن شاء الله. برايد عزيز إيرو أم بحث حضرة عمر بكن درس ما متزانن أم قالت تاريخ إسلاميتكن تاريخ بكرماجي جراد بين ديروك تاريخ، يعني أم بحث تاريخ إسلاميتكن إيرو أم جيشتن خليفة دواد أبي تاريخ إسلام داكو حضرة عمر بشتي حضرة أبو بكر. ما بدر إشكاي إنكي بحث حضرة أبو بكر تشتيكو إسلامي راكر تاريخ دصالو وسيمة هيودا. إيرو أم بحث خليفة دويا كو حضرت عمر بسلمان ويكر خليفة حفظة چی ما بحثا سيستما كو چاو بو خليفة ما بحثا ويكر إيجابيا بزانبن إنسان ظلام أم كرديد بجن إنسان ظلام هر ظلامه، يعني إنسان مازن هر مازنن. حضرت عمر شخص كيبو خدي عقل وخدي فكرة كيبو أو براستي حتى كو رحمت جيكر حتى كو شهيد جيكت هر ظلام بو، يعني هر عمر إنه أو عمرك مدبو عمر هر أو عمر بو. يعني إسلام وی ماستر کر برای اسلام شخص کی بو پشتیک بو مسلمان فکر یهات گوهرتن اما تسا ظلامتی وی دوام کر، يعني نبو انسان کی بچوک فقیر ترسونک ام کردید بن ترسونک، يعني نه ترسی هر میر بو فقط برد ریا شیطان دا میر بو انا دریا خدا دا بو میر. يعني اما انا بحث حضرت عمر وی ناس بکن كأف خليفه ما حتى كتب نزي اسلامتين بحث عن رويهاني بكن. طبعا اسمه معروف هو عمر فقط، يعني عمر ابن الخطاب يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، يجتمع مع الرسول، أي هو كذلك قريشي من بني عدي. يكنى بأبا الحفص، وحفص بنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد زوجها، وكذلك يلقب بالفاروق لأنه أظهر إسلامه، وبعدما أظهر الإسلام أصبح المسلمون معروفون، ففرق الله به بين الكفر والإسلام فسماه الفاروق. له إذن اسم عمر، كنيته أبا حفص، ويلقب بالفاروق. وولد بعد عام الفيل ب13 سنة، أي الرسول أكبر منه ب13 سنة، يعني أصغر من النبي 13 سنة، وأصغر من أبا بكر ب11 سنة، يعني هكذا فليبقى في عقلكم. نابي شكون عمر، يعني وك أبو بكر ما قلنا نابي عبد الله جرادن أبو بكر نابي عمر كري خطابة ورحاصل او پیغمبر د کال 780 ناوی کعبه کعب جیکش کال که پیغمبره دویدا او پیغمبر من اقربای هف، يعني تف قريشين فاميليا عشيرة قريش لهر كس كيش جي كي جيت قتا، يعني اوجي د كعبه كوري لايداش پیغمبر قتا، يعني اوجي اقربای پیغمبر دوريه. جراد بيجن باب حفص ناوی حفصه كچاوي بو او كتشاو كداوي بو جنا پیغمبر را زوجي عليه الصلاة والسلام دبي باب حفصه. جراد بجن فاروق فرقي هات، يعني افيكو تشتاج هفت قتين، يعني فرق اواكنو تشتاج هفت قتان، مثلا تشكي شداد بدي فرق بينهم ما جهف قتان يا ما جهف جدا كري، يعني تركي ايرمات بجن. حضرت عمر جي باسلام بونا خو چاو بو مسلمان همی درسی آتی بحث بکن و همه درکت میدانش، يعني اوخ بنش آر برداوی دا گو ما نم حقن گو اره گو هم چما خفت شهرن و همه درکت میدانه. يعني جرا دانی ناوی هانه فاروق لی دانی ولادت وی د سالا 13 پشت حربا، يعني پشت فیل حادثه فیل اونزانن اواکو او مرکی حبشی ناوی ابرهه بو جه حبشستانی هات گوازی هرم كعبه خراكم خديج طيراب سر داشتين ابابيل، يعني سورة ألم ترى كيف خديج شانديه ده او سال دا پیغمبر چيبو عليه الصلاة والسلام پشتی ب13 ساله حضرت عمر چيبو. ابو بكر الصديق تقريبا 2 ساله پشتی پیغمبر چيبو. اجا ابو بكر الصديق جي ادب قويه پرخوشه بود قال پیغمبر خبر ده عليه الصلاة والسلام تدي جانا ام ظلام شخار ودنين ام شهر بن عمره تشقاي اشتا ماسترم ها
تجمع بچوكتري هبان كلمات افراد بيجن اجا ابو بكر الصديق خديجه رازي بعد صلاش بيغمبر بچوكتره طبعا قالوا تجاكره قلت اختياري تبيري او بشكي دليد مينا ابو بكر بيغمبر تقول از اختيار ترم تب ماستري تماستري اما اسبير ترم يعني في ادب هاني وقبيره ابو ندقت اختياري تبير ونادقت تم ماستري اما اسبير ترم يعني حضرت عمر 13 سال پشت شرف حرب فيل هات الدنيا نه حرب فيل هم بيجن مسألة فيل يعني 13 سالش پیغمبر بچوکتر بو عليه الصلاة والسلام لما تك پیغمبر وفات کرو باش ابو بكر الصديق باش حضرت عمر عمري بو 63 سال يعني بو 63 سال اوجي وفات کرد تقريبا يعني تك 13 سال پشت وفات پیغمبر عليه الصلاة والسلام. طبعا شكله الظاهري كيف كان نعرف هذا. أولا أبيض غليظ القدمين واليدين، كان رجلا ضخما كبير ما شاء الله، ويقال بأنه كان أصلع يعني شعره رايح، طويل كأنه راكب على الدابة، حينما يمشي كأنه راكب على الدابة ويجي ما شاء الله طويل. مثلا أنا عندنا طويل نقول 2 متر، ربما هو كان 2 وشوية يعني حينما يأتي يعرف كأنه راكب على دابة، هكذا كان طويل. كان قويا شديدا لا واهنا ولا ضعيفا، مش ضعيف يعني. كان طويل السبلة، السبلة هذا ترى في الشوارب طويل، وحينما كان يقول إذا يفكر في شيء يغضب يعمل هكذا يلف شواربه هكذا، ليس من هنا ولكن من هنا كان طويل، فكان يلف يعمل هكذا. وكان إذا غضب وحزنه أمر يمسك بهما ويفلته هكذا يعمل، هذا معروف عند الأكراد كمان هكذا أحيانا يعملون، ليس هنا ولكن هنا يعملون. وكان إذا مشى أسرع وإذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع، مش لين هكذا يعني، إذا أحب أن يتكلم الناس يسمعون، إذا أراد أن يضرب أحد يضربه يعني، لا يقول هكذا، إذا ضرب يوجع. بهذا شكله الظاهري كان هكذا، وكان الناس يخافوا منه يعني. شكله وی ظاهری چوایا دبی باش نایکی سپیبو يعني رشوکی نبو سپیبو، ما شاء الله دستی و مازم بو نگی و مازم باش ناوی بلند بو. دبی کتابو هاد بن دبی دما کوباتا كنا نوا ملته دابانا قرباله خبونا تدقو محقق عمر الحسبي سيار بيوقق بلند بو يعني، مثلا بين امصاد و 600 وحفتين او وقت دوني فوقت بريج بو يعني. ده هذا بلند بو. خالد كوري وليد جيوكاي بحضرتي خالد اوجو صادريش بو جانا كشفا تعريبنا نظام عمر عن خالد يعني اوصى بلند بو اوجي لي حضرتي عمر هذا خمتر بو. سمبيلي يعني اصلا بوري وشاندي والفرد برقي يعني سبي بوزو وشيا وفقير فرد تنابون. سمبيلي روش خون نورمال هبو طبعا سمبيلي افاني دريج بون افرا دريج بون دبي وقتك عاجز بون اجي فكري دسي خدابته وبادد يعني تفردت فكري كرد مجارنا وهات كنت ابي مظلامي بري سمبيلي وان هابون تدي فرا وكنو بادد سمبيلي حضرتي عمر وهات كري يعني ابيا تاريخ ده هو ناس كري دبي سمبيلي خو بادد وقتك بفكري عادس بونا. طبعا يا دبيجا واتك دمشيه جي ما شاء الله وكازلامات دمشيه وسيستومستون ابوها دمشيه عرض كردي دبيجن عرض بني ودا دهجه يعني هو دمشيه واتي خبر دا دنجي بلمبو هو سيستومستو خبر ندا كليه خستايش ديشان حبك المرة خستا العردات كات لما كبو مسلمان حولي الخشكا خست خاينه دبي خشايد ابت يعني رق حفك بان وداني زلام زابي خو قرت خست عردو دس يخير قركاويه انا وقصا تيرا خسلام بو. أبيا شكلي ويه ظاهري بو يعني شكلي ويه ظاهري باش ناي بلند بقوات قيرقير ملات جهة ترسيا. لو ما دام اكوش ابو بكر قوتن حضرت ابو بكر قوات خوازم عمركم خليفه قوت تيويز وي انسان يعني كي بلا سر ما قلت ابتفجه ترسن يعني او انسان كي بهيبته بترسه جدانديه حشكه قو بتخوازن بخاده بدن ترساندن از بجم يا ربي ما انا ايه بخير كريم مزنوان يعني مراقا نكن جوابا مش خاطر راجهيه في شكل هاني إنسانك وهابو. طبعا له حكاية جميلة لأنه قلنا رجل يحب أن يكون رافع الرأس لا يحب الذلة ولا تواضع المغشوش يعني ليس الحقيقي. لذلك يقول رأى رجلا يمشي منحنيا هكذا فيقول ضربه بدرة كان عنده خشبة ضربه وقال له لا تمت علينا ديننا أماتك الله، أنت تعمل هكذا تميت الدين يعني كأن الإسلام هو الذل والضعف والهوان، لا تعمل هكذا ارفع رأسك.
فإن الإسلام ليس بمرض. ارفع رأسك، يعني لماذا أنت تمشي هكذا كأن الإسلام يأمرنا أن نكون مثل الدجاج؟ يعني لا، كن عزيزا، يعني ارفع رأسك، لا تمشي هكذا. ضربه وقال أماتك الله، أنت تميت الإسلام كأن الإسلام هذا هو الدين كل واحد يجي يركب عليه، ليس هكذا، دين العزة. هذا كذلك من لطائفه رضي الله عنهم. تشتكي دنيك حضرت عمر ماگویا مهربو سر بلندایی حس کرد پیسیتی و سستایی و نرمی حس ند کرد فقیروکی حس ند کرد روکی ظلامه که دیدینه و خوار کریه و برواد چه داره که لیت خیط بده خراست که چه حالت ده تخواکینو که راست بده خودت بکشه تا اسلام به قیمت کریه. چه اسلام است؟ اسلام دین سر بلندایی خوار کریه و کنو دمشه بکردید بجن و که سر هیکا داد دمشه سر بلند کتبه. يعني حضرت عمر بلكي في فقير يعني اش خوا گویا گوتیش خود ترسم امنا بجن حاشا درواکریه فقط عقلی ویدا استخاربون يعني متواضعی لهم بر خود وهاي وافعم کریه. حضرت عمر گوسان سرخ بلند که يعني ابي نه اسلامه اسلام دين بلندای سرخ بلند که قربون نه فقط خرزيل جنك خو بقيمتنا هناك مسلمان فقير على اساس بلكي بلاك جاهل باش اسلام فهمناكن زاند كن كبو مسلمان كرام اوابين ولا اسلام افننا سر بلنداي اسلام عزته سرته بلند بتشكل سر خوارتكي عرفوا عادات ملات ايك سر خوارتكن افي غزيلا ايك دزي كريه ايك دروا كريه ايك تشكي كريه فديد كان كره سر خبلنك وكيدي والله ام كرديه خد بنت سرين بلند له سر بلندم سرين بلنده اذا حضرت عبر در سريخ بلند كتاخذ وصيه خوار كده اسلام نافه داره كيش ليتخيك يعني بس خلاص ك اسلام ناف دين هانيه ابي اجي ما قبرت بيرا ودا باكو اسلام جبيت اشتهاني حسكه وحضرت عمر جي يك جوان انساني وساكن ابو. طبعا اسرته كذلك كان اسره يعني نعم كان قريشيا ولكن كان يعرف له مكانه بين القبائل وجده كان النفيل بن عبد العزة كان ممن يتحاكم إليه الناس إذا حصل عندهم خصومة أي لهم مكانة. وسيدنا عمر قد وصل إليه وكان سفيرا إذا حصل بعض المشاكل مع بعض القبائل يرسلون إليهم يمشي باسم القبيلة ويتكلم وكان صاحب فصاحة وكذلك البدن يعني ما شاء الله صاحب هيبة فليس رجلا غير معروف في قومه. وكذلك تزوج بعدة نساء تزوج ب7 أزواج قبل الإسلام وبعد الإسلام ورزق ب13 أولاد يعني ما شاء الله ذكور وإناث. وهو يقول أنا أجبر نفسي على الزواج وعلى المعاملة نقول الجماع باللغة العربية حتى يرزقني الله أولادا صالحين ربما أحدهم يدعو لي. هذا يعني هذا نيته يقول ربما الله عز وجل يرزقني أولادا صالحين بهذا النية أنا أتزوج وأطلب من الله أن يرزقني أولادا صالحين. يقول رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبحه وتذكره بهذا النية أنا أتزوج وأطلب من الله الأولاد ربما يذكرون الله ويدعون الله عز وجل. حضرت عمر مالباتا كأن بيج الناس كريبو يعني أوقع فقير نبو عائلوي كاليوية مازنج يك جوان كسيكو وكا حاكم بو جانا بروبلما كي هبونا دچون جم درد ملت صافيت كري يعني عائلة كي زانبونا وان هبو قيمتا وجين كي أوقع صفر نبون يعني. حتى حضرت عمر جي دو وقت جنجيتي أخويا بريا إسلام دا كو بروبلما كي نابرا قريشيا ويكي ديده هبونا حضرت عمر تقول تحرب وانا خبرته بكرمانجي ام بيجن باليوز عربي تركي بن الشي يعني تقول الشي ما قاصد كردي بن قاصد جي حرب وانا خبر يعني اوجب قيمت خبردانا يخش بو فصاحت بو زان بو خبردانا عادت شخص كتبش نابره يكيش بونه صلحي يك تشتوي لازم جي غير زماني يخش به زان ما خبر ده يعني وباش ناويج نورمال به يكي يعني يكي كنكي وكنا هرا فقيرو يكي جاب ترسانه قال مش ظلام به كو يكي بأدبي كر حبكي بوان وادينا يعني حضرت عمر أب معنويات أويش هبو إنسان كي ساكنه طبعا زوجان دي وحفت حب جنيه يشيبون يعني داني وبرد يعني نك حفت حب إسلام داتنا يبون هناك بريا إسلام هناك بيشت إسلام اللي بتابي هب حفت حب جنارة زوجي وجوان حفت حب جنا خده 13 حب زاروك هذا ينا برا كروقي زادا أو بخد بجد بخده ما قد لي مد جنا داتنا فقط أدبجن بلكي ربي عالمي زاروك كي صالح بدا من ذكري خده بك يعني زاروك بلكي يك خرابه يك باش به يك زمرة دعاكي بك ذكري خده بك عبادتش خده رابك الو ما بيعرف زاروك ابدي من از خود مجبور زواجت كمجبور چون جم جنات كم بلكي زاروك چبن اوان زاروك ذكري ربي عالمي بكن تسبيح وتهليل خده بكن بشكل هاني لجم خدا عز وجل
بلكي مرا فايدة كوان شيبة. طبعا حياته في الجاهلية أيها الإخوة مثل غيره، كان يشرب يلعب، يعني لا نقول لم يشرب الخمر، سيدنا أبو بكر يقول أنا ما شربت الخمر، ولكن سيدنا عمر لا يدعي هذا، حتى لأن الإسلام غير موجود، غير مسلمين، وربما حياته مثل حياة سائر شباب قريش، كان يلعب يشرب يفعل، ولكن لهم ميزة من بينهم، كان قد تعلم القراءة والكتابة، هذا ما يميزه عن غيره، ولكن سائر التصرفات مثل غيره. وتعلم صعوبة الحياة. هو رضي الله عنه يقول دائما، يذكر بأنه كان راعيا لأبيه ولن ينسى إلى أن مات، يذكر حادثة رعايته لأبيه بأمرين: أولا حتى لا يتكبر، بعدما أصبح خليفة آخر حج ذهب كذلك وقف في مكان الذي كان يرعى الغنم أو الجمل، نعم أنا كنت راعيا هنا. في الخطبة يطلع على الخطبة يقول أيها الناس، عمر كان راعيا للغنم راعيا للجبل، فالناس يقول لماذا قلت هذا الكلمة وجلست؟ يقول نفسي حدثني بأنك عظيم وهكذا، ليس بينك وبين الله أحد، فأحببت أن أؤدبها. أولا يؤدب نفسه، ثانيا لم ينسى هذا الذي عاشه مع أبيه، كان يقول أبي كان قاسيا علي. وهذا درس لنا جميع الآباء، حاولوا أن تتعاملوا مع الأولاد بشكل جميل ولطيف، لأن الأولاد يحفظون ويذكرونه دائما. سيدنا عمر وأصبح 60 سنة كان يقول كان قاسيا عليه، إذن أثر عليه كثيرا. هذا كذلك فيها نصيحة علينا أن نتعلم وأن نكون رحماء مع الأولاد ومربين كذلك. حضرت عمر جاهلیت اخوی یعنی حیات اخوی برای اسلامی وکا گنج نورمال، یعنی بلکی زنا کربم نابج نکری های مجتنه، بلکی عراقش بخور، بلکی تشته کربه نورماله، چونکی ایجا اسلام تنبو گنج وکا ویج وان تشتاد کرن او بخوش نابجن وان تشتاد نکرین، ادمه خدا اسلام نات بو ایجا لی تشته کیوی هبود زان بو بخوانده و بنفسانده، هینه خواندنه و نفساندنه ببو کم بونی وقت انسان وها کم بون. حضرت عمر یک جوان کسی که نفسان دخوان. حضرت عمر دبچوکایی خدا جباب خورا شوانیت کر، شوانیه دوا. اف شوانیه هانه پر تأثیر کمازن حضرت عمر کر، بابی ظالم بو او بخود بجد بابی مگلک ظالم بو، ظالم المتکر مکیمانی کی بکراد به ازیت متکر حال متکر البابی خو، اما ادب هانه تنه ور حاصل دبه بخورما کی دو خورما مدا اداره کرنه قد جبیر وانه کر، حتی کمرجی حضرت عمر بجبون ده سبب بحثا شوانیه خویا دوات کرد، به بابم ظالم بو، ظلم المذكر فرنا حقي المذكر أبياجي درسج متى ذاكي أم إقبابن رحمل زاروك يا بكر بتشوكاي جرام ظلم الوانك بل الفرام نير الممكن أما جرا ظلم تنبه تربية شكله كيله خصن شكله كيدن يعني دبي حضرت عمر بو شيس حتى وفاة كرجي هذا عقلي دابو باب مهاد أني سليمن باب مهاد كر أبياد عقلي دابو يرشي إنسان كبابن دينا برازان بن زاروك تتشبكي دا عقلي وان داد مين أجبير وناكن تباش بيد عقل وان داد بينات خراب بيد عقل وان داد ظلمي بكيت شاكر بديوان لو ما زانات بيجن عالم دبن زاروك كي بتشوك دماغ تويدي تجرا بكنيد عقلي ودا هر دمينه چقات الدنيا كيف فايته لو رجال عوت اديتيه كنيايه تشاكرك بديك كان تبدينا شاكرتي عقلي اما تحبك يا ولا خز تكر قيرين هش بسكنه زي التخم حتى بمرج قد تجبير واناك او حال يعني دبيراوي ده تشتكي دي حضرت عمر هردن بحث شبانيه خود كرش حكمت يعني يك جبونه او ظلمانش دلي دم ابو يعني قالك بيديشيا قالك جبير وانا كرو ديشيا افاد دويا نفسه خو في تربيت كر برا نفسه ما ظن به يعني روكي درتت خطبه دا دو كلمه بتند بها عمر دبي شبانيه دوات كرها ورودنه تي خطبات قديمه يعني عبد الرحمن كره عوف صاحبي كدبي دبي يا خليفه بسلمان تجمع في كلمانه قد دبي چد عقلت هذا درواس بیا خبردان اتا نورمال نه دبي نفس هم بشكي قرب وجو ايرو تمازن بوي حتى اود بجد دبي كنت عميرا فاصبحت عمرا اميرا للمؤمنين ليس بيني وبين الله احد دبي از عمروكم عمروك تدي كرمز بعمرو دبي عمرو ام بجد كردي ام او دبي عمير وقت عمير بدي عمروكم يعني ام جما قد بجد عمرو اواد بشوك دبي دبي از ايرو بما خليفه مسلمان نابر منو خدده كسكي نمايه دبي من خاص از نفس اخو تربيه بكم نفسهم بشكي قوت قرب ويهات بوي خليفه مسلمان اقوم قبل سنه تشفان بوي شفان اخو ما ظنك يعني تشفانيه كريه
خليفتي أبيك بيخنبر وان تربيرك وكنا إنسان وما ظنن يعني بدي شكله حضرت عمر فياد أني عقلي خيك جبوني كو أو كباب خوش بيروانا كباب ظلمي لكربو آد دو أجوان نفسي ما ظنن بهر دقو أشوان بو حاجة أخويا داوي كر دوي جي اكتدا أشواني كر دوي داج ملاتي را دوي تي برام من الفرابو مشوانيت كر مرات قلت العمر وباشي أزبوم عمر باشي بوم أمير المؤمنين ايه ذي خدت شوي يعني وان تشتي هاني تف خبردان حضرة عمر ده در باست بن. طبعا سيدنا عمر كان رجل صاحب مبدأ إذا آمن بشيء يدافع عنه، وهو كان من أشد أعداء الإسلام، ليس لأنه يكره الإسلام، ليس بهذا الشكل، هو كان يقول لم يقرأ القرآن، حتى لم يسمع ولا آية من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقط رأى بأن الناس يقولوا محمد فرقنا عمل هكذا، فهو كان يحب الوحدة والقوة وأن يكونوا أعزاء، وكان يعلم بأن القريش إذا حصل بينهم خلاف سيذهب هيبتهم بين العرب، فلذلك كان يكره المسلمين، يقول هؤلاء فرقونا إلى أن فتح الله عينه، ولكن عقليته هكذا، إذا آمن بشيء يدافع عنه، وهو يقول نحب الوحدة وأن نكون واحدين غير مختلفين. عداوته للإسلام كان يقول بأن الإسلام فرقنا فذهبت ريحنا أي قوتنا، لذلك كان يعاد الإسلام إلى أن فتح الله عليه الإسلام فأصبح من أشد المدافعين عن الإسلام. هكذا صاحب مبدأ، في الباطل صاحب المبدأ، وفي الإسلام صاحب ما يدافع، إذا آمن بشيء إلى الأخير يدافع عنه. حضرت عمر دمكو سر كفري دابو تيرا خو ظلم الإسلام مسلمانات كر، سبب ظلماوي المسلمان جي قرآن نخواند بوها، يعني دنگي قرآن نچي بلکه آياتك جهداري نكربه، چما عاجز بو، چما المسلمانات خست، يا دگو ام جهف كتن، ام پرچه بون، مثلا مالكي اگر كسي چار حف فكر بارتيا بكفني او مال تف پرچت بد نياري هف، سياسات عينيه، طريقة وهاي يك بو قادري يك بو رفاعي، عادة ما شرط كن يعني، يك شافعي يك حنيفي بلاك ام جاهل ام شرط كن. حضرت عمر جي تماشا كر قوايد بيجين والله محمد هاتيه وبيا پیغمبر و هناكي مسلمان هناكي نه مسلمان وانا لهفت خنا مش هفت كيفن قوفيا سياسيا جمرة نباشه ام بقيمت بن ام بن نياري هف نياري ما يورم كيف سردل مال ظلم المبكن جبلاك الغورة عقلي پیغمبر عليه الصلاة والسلام هات اسلام درقس قريشي بون نياري هف بهفرا شرط كن قيمته وانما قوته وانما لو ماش اسلامي عاجز بو نكو تقول اسلام خرابه يعني حتى روجك وآيات عول خان قو أنا أم نيارتي بفياراتكن قرآن يقول نيارتي أم فياراتكن ويا الله ما لا مخرابية أم نكار نيارتي بيرابكن يعني تشوا قرآن خان جيبوا مسلمان. حضرت عمر أو إنسان كيبو خايف في عقل دقوا از إمام بشبينم از حتام برنيل دو هرم لو ما بجان الكفري خايف دركت فيش يجيبوا مسلمان جل الإسلام وخدي دركت وحتى كواز بمرمجي از خدمته إسلامي بكم. وله كلام جميل أحب أن أختم به، يقول إنما تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. الذي يولد في الإسلام ويعيش بين المسلمين ولا يعرف ظلمة الكفر لا يهتم كثيرا بالإسلام. هذا كلام سيدنا عمر، إنه قد ذاق الكفر من جميع النواحي، رأى حقيقة الكفر، لأنه وبعد ذلك حينما دخل في الإسلام رأى نور الإسلام فتمسك به جيدا. هذا حالنا، كثير منا لا يهتم بالإسلام لأنه ولد مسلما ولا يعلم، لم يسمع ولم يعيش ظلمة الكفر ولا البعد عن الله عز وجل، لا يتمسك بالإسلام كثيرا. قلت لك حضرت عمر برخش هي دبيجا إسلام حلب وزنجير زانش زنجير حلبوق دبي إسلامي يك بيك غوافت بيت كيفن كينغا دبي غاوا كينكي إنسان دناوا مسلمانا دا كو كفر نديتنا تشيببن يكي كو كافرتي نديت به يعني لا مسلمانا لا إنسان يساكنه كبابي مسلمانه أو مسلمانه أو زيادة الإسلام خايد درناك فشما شمكي كافرتي نديتيه. أما حضرت عمر كفر ديت كفر تشقا بيسه كو خدي إنكار بكي ديت تشقا بيسه تشقا خرابه رابو جو أبيا بشكل مالا مسلمان خراد بأبياج حقيقتك يا دماكم معرف تشتكي نديتنا خرابية ونديتنا نيجاتيف ونديتنا تقيمتها بوزيتيف ونزاني حتى في رأي ربصة. إلى هنا
نكتفي بهذا القدر إلى أن نلتقي في الجمعة القادمة إن شاء الله. حتى إيرو في حفته بس حفتاتي أم دوام بكنا چند دقيقة زمان تركي بيجم.